إجراء استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراء الغربية. هذا ما تقوله محكمة لاهاي. فأرجو منك يعني أفهم أنك تريد التقرب من المغرب، لأنه المغرب معروف أنه يدفع جيدا لكل أبواق الذين يدافعون. لا كده هدي لك بالجزمة، كده هدي لك بالجزمة. لا لو سمحتم، لا لو سمحتم لا يمكن بهذه الطريقة. لا أستاذ ماك لو سمحت لا نقبل بهذا. أنا ما بفكروش. أستاذ ماك لا يمكن بهذا. لا أستاذ ماك لو سمحت لا يمكن. لا أستاذ ماك لا لو سمحت أستاذ ماك لا نقبل بهذه التصريحات على شاشة i24 نيوز. لا نقبل بهذا. لنعود إلى النقاش. أستاذ الطالب سأعطيك أستاذ ماك أن تعقب. أستاذ ماك ستعقب في دقيقة بجملة. لا لو سمحتم، هذه وجهة نظر للطالب لنحترم بعضنا البعض. أستاذ ماك ستعقب بعد قليل. نعم الطالب بجملة لو سمحت. في جملة الحديث بجملة لو عن سمحت. الخنازير وعن الكلاب، الحديث عن الخنازير وعن الكلاب، ولكن لو سمحتم يعني هو دليل على مستوى ضيفكم ولا ننزل إلى هذا لا يمكن أن ننزل لهذا المستوى في هذا البرنامج. لو سمحتم طالب. كل إناء بما فيه، يعني هذا دليل على المستوى الذي لا أريد أن أنزل إليه. يتحدث عن الخنازير وعن الكلاب. فأترك له هذه العبارات يضمها لنفسه. وصلت الفكرة الطالب لو سمحت، وصلت الفكرة. أستاذ ماك تفضل، تريد التعقيب لنحترم بعضنا البعض إن سمحتم. تفضل. طالب انت قاعد في اسبانيا ليه؟ عشان ابوك قبل سنه 74 كان من اهل الصحراء المغربيه، واسبانيا ادت لابوك الجنسيه عشان انت كده موجود في اسبانيا. 1 2 انت ليه مش موجود في معسكرات تندوف عشان تقاوم مع الجبهه البولاريساريه؟ لماذا انت تجلس وتنعم في خيرات اوروبا، في خيرات اسبانيا التي تتحدث عنها بهذا الشكل؟ 1 نمرة 3 اسف، انت بتتكلم على محكمة العدل الدولية بتقول صفحة 44. طبعا عندي صفحة 44 برضه بتقول غير انت بتقوله. انت اهبل ولا عبيط؟ انت تطلع على الهوا وتقول انا معايا صفحة 44. انت بتتكلم في ايه؟ القرار الذي خرج من محكمة العدل الدولية في لاهاي بأحقية المغرب، بأحقية. فيما يتعلق بالدكتور المصري اللي ما شاء الله يبدو أكثر مغربي من المغاربة أنفسهم ويتحدث عن جبهة البوليساريو، لا صحيح وتعرف أنه غير صحيح. لا توجد أي صفة ولا توجد أي تمثيلية. هذا تعرف أنه غير صحيح. طالب لو سمحت لا يمكن بهذه الطريقة. طالب لو سمحت لا يمكن أن نفهم بهذه الطريقة. برضو في مغالطات كتيرة قالها الطالب في كلامه. أما بيقول تحرير من استعمار مين الذي كان يستعمر؟ عندما نقول ما يحدث الآن في الأمم المتحدة، الأمم المتحدة تريد تقرير المصير على أي أساس؟ استفتاء على أي أساس؟ تطهير من احتلال من الذي كان محتله ومن الذي أخرجه الملك الحسن الثاني من أراضيه بالمسيرة الخضراء، وتم استعادة أراضيه، وسوف يستعيد بقية الأراضي الموجودة وفقا لسبت ومليلة. نعم أستاذ ماك، وصلت الفكرة. استمعي لو سمحت. نعم سأتوسع بعد قليل. مفيش داعي بس تشويه المعلومات أمام المشاهدين. نعم وصلت الفكرة. من طرفكم على أنها الجزائر ترفض. يا أخي الجزائر مو رافضة أي مفاوضات. الجزائر استقبلت الأمم المتحدة.